السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. هل الأرض تتنفس كسائر الكائنات الحية كالإنسان شهيق وزفير؟ تلاحظ ظهور فيديو يظهر الأرض وهي تتنفس بنفس الحركات التي يتنفس بها الإنسان شهيق وزفير. ظهر هذا الفيديو في أحد الغابات في كندا. تعالوا لنتعرف على حقيقة هذا التنفس للأرض شهيق وزفير ورأي العلماء فيه ذلك وكيف فسره العلماء والمتخصصين في هذا المجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بنذكركم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موقع فيديو غريب، ظاهرة غريبة لاقت انتشارا واسعا، تظهر فيه إحدى الغابات وكأنها تتنفس كالإنسان شهيق وزفير، حيث ترتفع الأرض وتهبط بشكل غريب. الإعلام الكندية نشرت مقطع فيديو لغابات ساكري كوي في مقاطعة كيبيك، وهي تتحرك بما يشبه التنفس من شهيق وزفير. بالرغم من وجود كثافة الأشجار الضخمة في الغابة التي تعلو أراضيها، ترتفع الأرض بما فيها بالأشجار وتنخفض في حركة مشابهة تماما لحركة التنفس من شهيق وزفير. قمنا على قناتنا بعرض هذا الفيديو، ولكن عليه ردود أفعال وتعليقات، ونريد في هذا الفيديو أن نوضح تعليق العلماء وردهم على هذا الفيديو. وبعد انتشار مقطع الفيديو، أكد العلماء أن تلك الحركة الغريبة لأرض الغابة تسمى بظاهرة حركة أرضية الغابة. ظاهرة حركة أرضية الغابة تحدث هذه الظاهرة عندما تتشبع الأرض بالمياه، يعني الأرض تكون رطبة بالمياه، مما يقلل من تماسك التربة ويجعلها عرضة للتحرك بهذا الشكل الغريب. وعند وجود عواصف ورياح أو سيول قوية تظهر هذه الظاهرة. وقد لاقى هذا مقطع الفيديو هو تنفس الغابة انتشارا واسعا على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عند نشره لأول مرة آنذاك، ليتعدى 3 ملايين مشاهدة خلال وقت قصير من نشره. سبحان الله العظيم وبحمده. شكرا جزيلا. دمتم في أمان الله.